السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سيكولوجيا الحياة. في هذه القناة غادي نحاولوا نفهموا بزاف ديال المفاهيم النفسية، نعرفوا راسنا من الجانب النفسي وكيف ما كيعرفنا علم النفس، نصلحوا بزاف ديال المغالطات وبزاف ديال الأخطاء على مجموعة من المفاهيم اللي كاينة في هذا المجال. ما غنتكلموش من فراغ، غنتكلموا من جانب علمي، من جانب نفسي، ومن جانب أكاديمي، بحكم مجال الدراسة والتخصص ديالي علم النفس الإكلينيكي والصحي. اليوم كما كيبان لكم في العنوان غادي نناقشوا واحد النقطة مهمة أو واحد المفارقة مهمة اللي كيوقع فيها واحد الخلط اللي هو كبير، اللي هي واش الحزن ولا الاكتئاب. باش أنا كنحس شنو هو هادشي اللي عندي، هادشي اللي كنحس به دابا في هاد المرحلة، واش هو حزن ولا هو اكتئاب فعلا. كلمة اكتئاب ولات كتستعمل بواحد الطريقة عشوائية جدا مؤخرا، وليت كنشوفها في لي بوست في الحياة الواقعية. اللي مقلق شوية كيقولوا له مكتئب، اكتئبتي، جبتي لنا اكتئاب، مالك مكتئب بحال هكا. الانسان الا دوز شي نهار خايب وحس بالمزاج ديالو ماشي هو هذاك كيقول لك انا مكتئب. في حين ان الاكتئاب بعيد كل البعد على هذا الشيء هذا. في مفهومه السريري وفي مفهومه العيادي فهو بعيد على هذا المعنى. واش الحزن هو الاكتئاب؟ طبعا لا، الحزن هو نقول لكم عرض من اعراض الاكتئاب، هو واحد النقطه صغيره جدا في بحر الاكتئاب. لو كان الانسان يعرف فعلا الاكتئاب شنو هو، شنو هي الاعراض ديالو الحقيقيه، كيفاش كيوقف الانسان على الحياه ديالو، كيفاش كيكون مؤذي بدرجه كبيره لحياه الانسان، ما كناش غادي نقولوه. هادشي يمكن راجع انه ما عندناش ثقافه على الصحه النفسيه، ما عندناش ثقافه على الاضطرابات النفسيه. كنحاولوا دائما اننا نتهربوا من فكره ان الشخص عنده اضطراب نفسي، ما كنبغيوش نعترفوا انه عندنا اضطرابات نفسيه. يمكن ما كنرضاوش، مازال كيتعتبر عندنا من الطابوات ان الانسان يمشي عند اخصائي نفسي او لا يمشي عند طبيب نفسي بحكم وصمه العار، وانه غادي يتسمى احمق، مجنون. في حين انه الاضطرابات النفسيه بحال الاضطرابات الجسديه او الامراض الجسديه فلا تقل عنها اهميه. الانسان الا مرض بالسكر او مرض بالطونسيون او مرض بالقلب او المعده او اي مرض كيف ما بغى يكون، فهو كيمشي عند الطبيب وكيجري على راسو وكياخذ الادويه وكيمشي عند الطبيب عادي وكيقول للناس انا مشيت للطبيب بشكل عادي ما عندوش مشكل. ولكن باش انه يحس براسو ماشي هو هذاك ويقول انا غادي نمشي عند بسيكياتر وبيان غنمشي عند بسيكولوج، وكانه كيقول شي حاجه اللي هي عيب او حشومه. كنعرف ناس كيمشيو كيتنقلوا من مدينتهم لمدينه اخرى باش يمشيو عند بسيكولوج ولا عند بسيكياتر باش ما يشوفوهمش الناس داخلين عنده. راه طامه كبرى، راه مشكله هذه خصها موضوع ديالها بوحدها. فغادي ندويو اليوم في مساله الحزن والاكتئاب ونحاول ما امكن اننا نفرقوا ما بيناتهم ونتعرفوا اكثر على الاكتئاب في الجانب السريري ديالو، ماشي باش نشخصوا راسنا. الله يعطيكم الستر، ما كنشخصوش راسنا من لي فيديو يوتيوب او لي فيديو تيك توك او في الانترنت اون جينيرال، ما كنشخصوش راسنا. ما كنقولش انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا سمعتها في الفيديو الفلاني اذا انا مريض بكذا، ما كايناش هذه. خاصك تمشي عند مختص وتجلس معاه ودير حصص وتشوف، ووفقا لمجموعه من المعايير غيشوفهم هو وبزاف ديال الحوايج عاد نقدروا نقولوا هذا الانسان عنده هذا الاضطراب او لا ما عندوش. متفقين؟ يعني هنا ما كنشخصوش راسنا، هنا كنفهموا. خصنا نفهموا باش نوعاو وباش نغيروا النظره ديالنا لشي حوايج اللي كنعيشوهم كاينين في حياتنا اليوميه، كنعيشوهم ولكن ما فاهمينهمش. الوغ نحاولوا اول حاجه نفرقوا ما بين الحزن والاكتئاب ونفهموا كل واحد بوحده. الحزن راه واحد الصفه انسانيه طبيعيه عاديه وصحيه الا تعاشت بالطريقه المناسبه في الوقت المناسب. يعني انه عادي نكون حزين بواحد السبب معين عفوا، وقع لي مشكل، خرجت من الخدمه، تفارقت مع شي حد، فقدت شي حد عزيز عليا، سقطت في قرايتي، خسرت شي حاجه كانت عندي. فعادي احساس الحزن هنا عادي وصحي وواجب، خاصو يكون. خطا الا ما كانش، الا كانت شي حاجه اللي ممكن انها تسبب لي الحزن وما حزنش فهنا كاين مشكل، خاصني نحزن. ولكن خاص هاد الحزن ياخذ وقته. انا غادي يجيني حزن من شي حاجه عندها واحد الاجل محدد، وغادي نوض نتباعد نشوف حياتي ونشوف راسي ونشوف شحال قدني كاع نحزن، نهار، 3 ايام، سيمانه، 10 ايام، الله يجعل شي بركه. وهاد فترات الحزن اللي كتكون ما كتكونش حزن 100%،
راه كيتخللها بعض اللحظات اللي ممكن الانسان يهضر فيهم او يضحك فيهم، او كي كنقولوا ديك الضحكه الصفراء ولا ديك الضحكه البارده. ولكن مهم الانسان كيحاول انه يخرج من هذيك الحاله اللي هو فيها. مي الاكتئاب حاجه اخرى. الوغ كيما قلنا الحزن راهين بواحد الظرفيه معينه، او شي مرات كيجي غير هكاك عابر مجموعه ديال بسبب تراكم مجموعه من المشاعر، ولا تفكرتي شي حاجه في الماضي او لا، فكيفيق فيك واحد الحزن. كان الحزن كما قلنا ماشي مستمر، وقلت كي قلت هو واجب وخصو يكون وخصو يتعاش. ولو كان ما كانش الحزن ما كناش غنعرفوا طعم السعاده. كيقول الدكتور ابراهيم الفقي واحد الجمله كتعجبني بزاف، هي لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى. اش كيعني هذا الشيء؟ كيعني ان الله سبحانه وتعالى عطانا في الحياه بزاف د الحوايج مع النقائض ديالهم، حاجه ونقيضها، الحزن والسعاده، الحياه والموت، الخوف والامان. لو كان ما كانش هذاك الاحساس الخايب اللي هو النقيض ما كناش غنحسوا بالحاجه اللي هي زوينه. لو كان ما كانش المرض ما كناش غنحسوا بطعم الصحه. لو كان ما كانش الحزن ما غنحسوش بطعم الفرح. لو كان ما كانش الموت ما غنعرفوش قيمه الحياه. يعني هنا دائما هذاك العنصر النقيض فهو مهم وخصو يكون وخصو يتعاش. ولكن أعزائي بالنسبة للاكتئاب فهو حاجة أخرى تماما، بحر آخر. واش كل حزن هو اكتئاب؟ طبعا لا. كاين أحزان اللي هي بسيطة، وكاين أحزان اللي ممكن أنها تستمر معنا حتى توصل لمراحل متقدمة من الاكتئاب. الاكتئاب شنو هو؟ هو اضطراب سريري. يمكن هو اللي واخد الواجهة ديال الاضطرابات النفسية، مع العلم أنه كاين بزاف ديال الاضطرابات النفسية. ولكن منين كنقولوا شي واحد مريض نفسانيا يمكن كيتبادر للذهن ديالنا الوهلة الأولى أنه عنده اكتئاب. فالاكتئاب كي قلت لكم في معناه السريري أو في معناه الإكلينيكي أو في مجال الصحة النفسية، فهو واحد المفهوم اللي عميق وثقيل، ثقيل بزاف وصعيب على الانسان اللي كيعيشوا. الله يكون في عون الناس اللي عندهم اضطرابات اكتئابيه من اي نوع، لان الاكتئاب انواع. فمن بين الاعراض الرئيسيه اللي خصها تكون في الاكتئاب هو حزن مستمر، ما كتخلوش فترات الراحه، ما كايناش انسان كيضحك او لا كيبتسم او لا. كاين حزن شديد ما لا يقل على 2 الأسابيع، يعني 2 ديال السيمانات كونتيني إنسان في حالة حزن متواصل، انخفاض عام في الطاقة ديال الجسم. يعني الإنسان شي حوايج اللي هي كيديرهم بنادم عادي بساط ما بقاش كيقدر يديرهم. اختفاء المتعة، يعني شي حوايج كنستمتع بهم. كاين الناس اللي كيعجبهم مثلا كيخرجوا يديروا الرياضه كيستمتعوا، كاين الناس اللي ملي كيسمعوا مثلا شي حاجه كتعجبهم كيستمتعوا، كاين الناس اللي كيستمتعوا بالاكل، كاين الناس اللي كيستمتعوا بانهم يخرجوا يتمشاو في الطبيعه. كيولي الانسان هذاك الحاجه اللي كانت كتجذب له الفرحه، كنسميوها انعدام اللذه او انعدام المتعه، ما كيبقاش يحس بهذاك الاحساس انه كيدير ديك الحاجه وهي ما عاجباهش، ماشي كيف ما كان. عندنا اضطرابات النوم بصفة عامة، سواء أرق يعني إنسان ما كينعسش كاع، أو لا النوم بكثرة، يعني كيولي كينعس النهار كامل، النهار كله الريدويات هابطين، البيبان مسدودين وبنادم ناعس. عندنا اضطرابات الأكل، يا إما شراهة يعني ماكلة بكثرة حتى كيتزاد الوزن بكثرة معاها، أو لا إنسان كينسى راسو كاع واش كلا ولا ما كلاش، ما كيبقاش أنه يديها في الماكلة، كينقص الوزن بكثرة أو بشكل ملحوظ عفوا. ايضا عدم الاهتمام بالنفس، ما كتبقاش مساله النظافه الشخصيه. انسان ما كيبقاش ما عندوش غرض، دوش مشى شعرو بدل حوايجو نقى دارو، ما كيبقاش هاد الطاقه، ما كتبقاش انه يدير انسان هادشي هذا. شنو اخر ممكن نقولوا على اعراض الاكتئاب الحاد؟ شعور بالذنب طيله الوقت، يعني الانسان كيبقى يحس براسو وكانه داير شي حاجه اللي هي خايبه، شي حاجه اللي هي قبيحه. كيبقى يلوم راسو، كيجلد ذاته بزاف، افكار اللي هي خايبه على نفسه. كيقول انا ما نستحقش، انا ما نستاهلش نكون انسان مزيان، انا ماشي انسان مزيان، انا خايب، انا درت انا كيبقى يجبد شي حوايج على راسو واخا ما يكونش هو مذنب فيهم. كيبقى يحمل راسو الذنب، ضعف التقدير الذاتي، كيشوف راسو منحط، ما يليقش اصلا ينتمي لواحد الطبقه اجتماعيه او يكون مع واحد الناس او لا الى اخره. هذه هنا كنهضروا على الاكتئاب الشديد اللي ممكن انه يجلس الانسان في الدار ويوقف ليه الحياه ديالو. فامتى كنقولوا انسان مكتئب؟ الا كان عنده هذه الاعراض واستمرت لأكثر من 2 ديال الاسابيع
فهنا ممكن أنه يتشخّص هاد الشخص هذا باضطراب اكتئاب حاد، اللي ممكن أنه يوصّل الإنسان أنه صافي ينهي الحياة ديالو بصفة نهائية. آآ ولكن كيف قلت لكم من قبل فهو فيه درجات، حنا فاهمين هضرنا حنا على هادشي، فحنا دوينا على الاكتئاب الحاد اللي صافي يعني كيخصو تدخُّل دوائي، كيخصو مواكبة ديال الدعم النفسي، خاص المحيط يتدخّل يساعد، خاصنا أخصائي نفسي اللي يكون كيواكب بجلسات، خاصنا طبيب نفسي اللي يكون كيعطي أدوية اللي تقاد لينا كيمياء الدماغ، وبزاف ديال الحوايج أخرى، يعني خصو عمل مكثّف وبرنامج علاجي مكثّف باش هاد الإنسان هذا يقدر أنه يتجاوز هاد المرحلة هادي. ولكن راه في المقابل كاينين الناس اللي عندهم اكتئاب وكيعيشوا حياتهم بشكل عادي، كيبانوا لنا حنا أنهم كيعيشوا حياتهم بشكل عادي، ولكن هُما كيكون عندهم واحد العالم ديالهم بوحديتهم، يعني كتلقى إنسان مضطر أنه يخرج، يخدم، يهدر مع الناس، يتواصل، يعيش الحياة اليومية، يقرا، يدير الواجبات اللي عليه، ولكن ملي كيرجع للدار فهو إنسان آخر تمامًا. هذا إلا بقى غادي في نفس الموال فحتى هو كيتجر لاكتئاب حاد، يعني كيبقى ينسحب من الحياة تدريجيًا شوية بشوية، شوية بشوية، حتى ما كيبقاش صافي قادر أنه يدير حتى شي حاجة. اللي غادي نقول لكم هو أنه اضطرابات الاكتئاب متعددة ومتنوعة، والشدة ديالها كتختلف، وبحسب شنو غادي يقرروا الأخصائي أولا الطبيب، ماشي راسنا، ما كنقرروش راسنا واش أنا عندي اكتئاب ولا ما عنديش. وأصلًا خصنا نعرفوا واش كاين، يعني واش الإنسان كياخد أدوية ممكن أنها تأثّر، واش كياخد مثلًا شي نوع ديال كيتعاطى شي نوع ديال المخدرات ممكن أنه يأثّر، كاين بزاف ديال العوامل، كاين جانب الوراثة، كاين بزاف ديال الحوايج، فكما قلت لكم هادشي خاصو أخصائي أولا خاصو طبيب اللي يجلس ويدير التشخيص ويدير بزاف ديال الحوايج باش يقدر يوصل لفكرة أنه غنشخصوا هاد الشخص باضطراب اكتئاب أولا لا، وأش من نوع من الاكتئاب وأش من درجة من الاكتئاب باش دار ليه خطة علاجية. أنا هنا وضّحت الفرق ما بيناتهم، ولكن اللي باغا نهضر عليه بزاف في هذا الموضوع شنو هو؟ هو النصائح اللي كنبقاو نعطيوهم للناس اللي عندهم اكتئاب ولو بحُسن نية. شحال من مرة شفتي شي شخص داخل في واحد الحالة ديال الحزن أو ربما عنده اكتئاب وقلتي ليه واه خرج أصاحبي شم الهوا، خرج يضرب فيك الريح، بدل الجو، حل عليك هاد الشراجم، نوض دير شي حاجة، دير الرياضة، اسمع القرآن، قرّب من الله عز وجل. أقبح حاجة ممكن أو أصعب حاجة ممكن تقولها لإنسان مريض بالاكتئاب هي هاد القضية هادي، لأنه ربما في مراحل اللي هي صعيبة شوية في الاكتئاب الإنسان كتبقى عنده الصلة فقط مع الله، كيبقى يدعي ربي، أو كيتكلم مع ربي شنو درت أنا، فين غادي أنا، شنو يا ربي عاوني، ملي كتجي أنت تقول ليه داك الكلمة ديال أنه لو كان قريب من الله، لو كنتي كتصلي الصلاة ديالك وكدير وكتصوم وكتصدق وهذا وهذا، ما كنتيش غادي توصل لهاد الحالة. هذا راه مفهوم غلط وسمحوا لي، غلط. علاش؟ لأن كيف ما قلت لكم اضطراب الاكتئاب فهو مرض بحالو بحال السكر، بحال المرارة، بحال الطونسيون، بحال السرطان، بحالو بحال أي حاجة، مرض. علاش منين كيتصاب الإنسان بشي مرض عضوي كنقولوا شي واحد دوز واحد المرضى خايبة وكتقول له بالشفا إن شاء الله والمؤمن مصاب. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، حنا هذه كلها متفقين عليها، ولكن إلا مرض الإنسان بمرض نفسي كنقولوا بعيد على الله. علاش هذاك ماشي مرض؟ علاش هذاك راه كاينين الناس اللي العلاقة ديالهم مع الله سبحانه وتعالى قوية جدًا، ومع ذلك كيتصابوا باضطرابات نفسية. واش هذا كيعني أن هذا الإنسان ما مزيانش مع الله؟ حتى واحد فينا ما يقدر يحكم في هذه المسألة، هذه كتبقى علاقة ما بين الله سبحانه وتعالى والعبد ديالو، فما عندناش الحق ندخلوا فيها. وسمحوا لي على هذه النقطة هذه لأن يمكن كتستفزني هذه المسألة هذه، كنبداو نحشروا راسنا في علاقة الإنسان مع الله، ما شغلناش، أنا علاقتي مع ربي وأنت علاقتك مع ربي، أنا ما شغليش في علاقتك مع الله وأنت ما شغلكش في علاقتي مع الله. تنصحني توجهني متفقين، ولكن باش تحكم عليا أنه أنا علاقتي ضعيفة مع الله هذاك الشيء علاش تصابيت باضطراب أولا تصابيت باكتئاب، فهنا الله يرحم الوالدين خصنا نحاولوا ما أمكن أننا نلتفتوا شوية وننتبهوا شوية لهذه القضية هذه، وننتبهوا لراسنا كيفاش كنهضروا مع هذا النوع ديال الناس. لأنه في عوض ما تعاونوا راه تزيد الطين بلة. ملي كتقول ليه خرج ودير وتحرك وتفرج وتلاقى مع صحابك وخرج للقهوة ودير الرياضة ودير بروغرام غذائي، أنا راه درت هاد الحاجة وليت مزيان، أنا
ماشي بالضرورة أنت هداك الشي اللي درتيه أنت يديرو هو وينفع، ماشي بالضرورة هداك الشي اللي شتيه أنت قريتيه في واحد المقال أو شتيه في واحد الفيديو أو شتيه عند واحد الcoach أولا يديرو واحد آخر وينفع معاه، راه هذاك الإنسان اللي أنت كتقول ليه دير، 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 راه ما وصل لداك المرحلة حتى دار كاع هذاك الشي اللي أنت قلتي ليه، راه ما كيقدرش، راه الاكتئاب كيكتّف بنادم، راه واحد الإنسان واحد الوزن قدّك أو ربما تقل منك فوق كتافك جالس وكيقول لك ما ديرش داك الحاجة، ما تنوضش من بلاصتك، ما تخرجش، إضافة للأصوات هذا الشي راه اللي كنقولو أنا راه تيسمعو الإنسان المكتئب أو المضطرب اكتئابيًا كيسمعو في راسو، كيسمع بأنه علاش غادي تنوض، ما تنوضش جلس، أصلًا أنت ما عندك حتى حاجة في الحياة، شنو غادي تنوض دير، ها أنت كاع خدمتي ومن بعد، ها أنت كاع قريتي ومن بعد، علاش غدير بحال هاكا، أصلًا حتى واحد ما كيبغيك، أصلًا حتى واحد ما باغي يجلس معاك، أصلًا هُما كيخرجوا بوحدهم وأنت كتبقى، يعني باش تكون عايش مع واحد الكاسيطة في دماغك كتهضر بحال هاكا، وواحد الثقل، يعني العضلات ديالك كتقال، الذات كتقال، الإنسان ما كيبقى قادر يدير والو، فصعيب جدًا على الإنسان أنه يخرج من هاديك الحالة. فالله يعطيكم الستر رفقًا بالناس اللي عندهم اضطرابات نفسية، وعافاكم اللي كيحس براسو ماشي هو هذاك يشوف أخصائي، شوف psychologue، ما بغيتيش تمشي عند psychiatre حيتاش في المجتمع ديالنا عندنا ديك الفكرة ديال أنه psychiatre غيعطيني الدوا والدوا ديال الاضطرابات النفسية كيسبب الإدمان وكيدير بزاف ديال المغالطات وبزاف ديال الشائعات، ما بغيتيش تمشي عند psychiatre في الأول شوف psychologue، شوف أخصائي نفسي هو غيوجهك، على الأقل إلا كانت الحالة ديالك محتاجة لطبيب راه غادي يوجهك لطبيب، محتاج دوا راه غادي تاخد دوا، محتاج جلسات راه غادي دير جلسات، كتحسوا أن عندكم شي حد في العائلة عنده هاد المشكل هذا عافاك ما تبقاش توجه ليه نصائح اللي غادي تزيد أنها تأثر عليه أولا غتزيد أنها تضرو، يكفي أنك تسمع له، عطيه مساحة واسمع له، إلا تصنتي ليه راك عاونتيه، قُل له أنا معاك، قُل له أنا فاهم شنو عندك، أنا حاس بيك، أنا هنا، justement أنا هنا، الإنسان اللي كيكون عنده اضطراب نفسي كيحتاج يسمع هاد الكلمة، أنا معاك، أنا تايق فيك، اللي بغيتيها ماشي مشكل، نديروها هانية، بغيتي تجلس جلس، بغيتي ونحاول ما أمكن أنني إلا شفتو مثلًا ما باغيش يمشي عند الطبيب أولا ما باغيش يمشي، نحاول ما أمكن أنني نمهّد ليه هاد الفكرة شوية بشوية ونحاول أنني نقنعو بها، خصوصًا إلا كان كيثيق فيا. الناس اللي شاكين في راسهم أنهم عندهم اضطرابات نفسية، حاولوا تهضروا مع شي شخص مقرب ليكم، حاولوا تطلبوا المساعدة، الاضطرابات النفسية لا تقل أهمية عن الأمراض الجسدية، عافاكم نوعاو بالصحة النفسية ديالنا مهمة جدًا، راه شتي إلا عندك صحة الجسد والصحة النفسية ما كايناش، ما عمرك تعيش متوازن، ما عمرك تلقى الراحة، ما عمرك تلقى السلام، ما عمرك تنجز، لأن الصحة النفسية كي كنقولوا العقل السليم في الجسم السليم راه خصهم يكونوا بجوج، راه خصهم يكونوا متوازنين، خاص صحتك النفسية تكون مزيانة وصحتك الجسدية تكون مزيانة، كيما كتجري عند الطبيب ملي كضرك شي حاجة، جري عند الطبيب منين تشوف راسك ماشي هو هذاك، منين حنا راه بشر، درس أفكارك، شوف كيفاش كتفكر، شوف كيفاش كتحس، شوف واش أنت في إطار هداك الشي اللي كتحس به وكتفكر فيه واش هو داخل في إطار ما هو طبيعي أو لا، إلا لقيتي راسك ماشي هو هذاك ما فيها حتى شي عيب أنك تطلب المساعدة، ما فيها حتى شي عيب أنك تقرا وتوعى وتفهم وتسمع شي حاجة اللي خاصة بهداك الشي اللي عندك أنت، وعافاكم توقفوا على أنكم تشخصوا راسكم من الانترنت، ما نشخصش راسي من الانترنت، ما يمكنش مستحيل، لأنه منين كنمشي أنا عند الطبيب واش إلا مشيتي عند الطبيب وأنت عندك مثلًا مرارة مثلًا، غادي تشوف مثلًا بزاف ديال الأعراض الناس عندهم بزاف ديال الأعراض ديال المرارة، أنت عندك هادوك الأعراض، ألوغ غادي تقول لي واه أنا عندي ديك الأعراض بحال داك الناس اللي عندهم المرارة، داك الإنسان هدر وعنده الأعراض الفلاني والعرض الفلاني والعرض الفلاني وحتى أنا عندي وهو خدا هاد الدوا حتى أنا غنمشي ناخدو وغادي نبرى، بلا ما تشخص راسك، بلا ما دير مثلًا إيكوغرافي، بلا ما تشوف، بلا ما دير تحاليل، بلا ما تشوف راسك واش فري عندك أنت شي مشكل في المرارة ولا لا، غتمشي تاخد الدوا، غتقول لي مستحيل ما يمكنش، خصني نمشي عند الطبيب ونشوف وندير لي زاناليز ديالي وندير ليكوغرافي وندير لي راديو ونشوف شنو عندي ويعطيني الطبيب الدوا وفقا للحالة ديالي أنا، واش عندي شي مرض خور، واش ما عنديش، واش كناخد شي دوا خور، واش لا، هادشي كلّه كديرو على حساب صحتك الجسدية، وعلاش صحتك النفسية كتشخصها، علاش والناس ولاو كيقول لك أنا عندي اضطراب الفلاني، علاش؟ لأنه من الأعراض ديالو كذا وكذا وكذا وأنا عندي، راسكم كاين مليارات الأعراض كتشابه، ولكن كتلقى حاجة وحدة كدير الفرق،
أو ربما المدة كدير الفرق، أو الشدة كدير الفرق، أو مدى تأثيرها على الحياة اليومية كدير الفرق. إذا الرسالة ديالي من هنا أنا كنحاول أنني نفهم ونفهمكم اختلافات، نوضح معكم مفاهيم كي قلت لكم من مجال الدراسة والتخصص ديالي. نتمنى أنني نكون مفيدة لكم. إلا كان عندكم شي تساؤل أو شي استفسار بخصوص هذا الموضوع نقدروا نفتحوا لايف، نديروا بث مباشر ونتناقشوا فيه ونسمع الأسئلة ديالكم. كان عندكم شي حاجة أو شي اقتراح أو شي اضطراب بغينا نهضروا عليه خليوه ليا في لي كومونتير. نتمنى نكون خفيفة على قلوبكم، وشكرا لكم ومع السلامة في موضوع آخر إن شاء الله.